نيوتن في أقاويل كتير وكبيرة قوي بتقول إنه كان نبي ما فصحش عن نبوءته أو ما فصحش عن نفسه واختار إنه يموت عن عمد. نيوتن تنبأ بنهاية العالم من خلال حل رموز التوراة سنة 1643 تحديدا يوم 25 ديسمبر، ده حسب التقويم القديم، أو يوم 4 يناير وده حسب التقويم الجديد. في وسط البرد القارس في مدينة صغيرة في إنجلترا بيتولد طفل هزيل الجسد، ضعيف جدا في بنيته الجسدية، ضعيف لدرجة إنهم قالوا ده مش هيعيش لحد الصبح، ولكنه عاش لحد الصبح علشان يرحب الكوكب بالسير إسحاق نيوتن، واللي سنة ميلاده هي نفس السنة اللي توفى فيها جاليليو. طبعا عبقرية نيوتن التاريخ ظالمها جدا، لدرجة ان في حاجات كتير جدا حصلت في حياته التاريخ ما ذكرهاش بشكل صريح، وده لان نيوتن كان غامض وما بيتكلمش عن نفسه ولا بينشر اي حاجة من اعماله. بل وخلينا اقول لك ان في ظروف مختلفة غير اللي حصلت كان ممكن ما نسمعش عن نيوتن اصلا. المهم بتقرر امه تسيبه وهو عنده 3 سنين لجدته علشان تروح تتجوز في مكان تاني خالص، وبدأ نيوتن يكبر في بيت جدته اللي كانت عجوزة جدا، وبدأ سلوك نيوتن الغريب يبان. نيوتن كان طفل فراك ما بيعرفش يقعد ساكت، كان بيمسك اي حاجة تيجي قدامه ويفكها عشان يعرف تكوينها الداخلي، وكان دايما عنده اسئلة محدش بيجاوبه عليها. ومن هنا قرر نيوتن انه يحط نفسه جوه فقاعة مغلقة، وكبر وهو في عزلة تامة، وكان بيصنع العابه الخاصة. العابه كطفل كان هو اللي بيصنعها بنفسه، وهو عنده 12 سنة عمل طاحونة بتشتغل بالهواء، وبدأ يرسم ويعمل خرائط لمواقع النجوم، واللي ممكن ما تكونش دقيقة قوي، ولكننا بنتكلم على طفل بدأ هوسه في مرحلة مبكرة قوي من حياته، وكان بيكتب في دفتر المدرسة بتاعه الخاص بيه نظريات غريبة محدش فاهمها غيره هو. وبدأ نيوتن ينمي ويطور نفسه في اتجاهات مختلفة، وكان اهتمامه بالدين وبالكتاب المقدس ما يقلش أهمية عن اهتمامه بالفيزياء والنجوم، وكان مهتم خصوصا بفكرة الجنة والنار والثواب والعقاب والفضيلة والخطيئة. وكان نيوتن شايف ان اي حاجة بتحصل فهي يا اما ثواب يا اما عقاب، وان لو حصل لك حاجة وحشة فهي بسبب خطيئة، ولو حصل حاجة حلوة فهي بسبب فضيلة عملتها بشكل ما. بيكتب نيوتن وهو عنده 19 سنة بنبرة اعتراف عن 48 خطيئة عملهم في حياته. بدأ يعترف لنفسه بالورقة والقلم انه عمل 48 حاجة شايفهم من وجهة نظر انهم خطيئة. ومن ضمن الخطايا اللي نيوتن كتبها دي بيقول: ضربت اختي الصغيرة، وكذبت على امي، واحضرت فأرا للكنيسة لإثارة الفوضى، هددت اختي بالحرق. انا مش فاهم ايه علاقته باخته، بس واضح انهم ما كانوش بيحبوا بعض. وضربت شخصا حتى سال دمه. نيوتن عمل كده باعتراف منه. ونيوتن كان دايما شايف ان في علاقة بين الكوارث الطبيعية والخطيئة، وفي بعض ملاحظاته كتب ان الزلازل والعواصف والطاعون نفسه هي نتيجة اختلال في التوازن الالهي بسبب فساد البشر. وكان شايف ان الكون مش بس بيشتغل بقوانين، لا ده كمان بيشتغل بحاجة اسمها الاخلاق الكونية. وعلى ذكر الطاعون، نيوتن اثناء دراسته في جامعة كامبريدج سنة 1665 الطاعون الاسود بيسيطر على انجلترا بالكامل، وبتقفل جامعة كامبريدج ابوابها. ومش الجامعة بس اللي قفلت ابوابها، كل حاجة تقريبا في انجلترا قفلت، اعلانا عن حالة حجر صحي في الدولة كلها او في المملكة كلها. المهم بعد ما الجامعة خلاص قفلت، نيوتن بيرجع للمزرعة بتاعت جوز امه، وقضى فيها عزلة تامة، عزلة أشبه بالعزلة اللي كان قضاها في طفولته. ولكن 2 سنين كاملين نيوتن ما بيختلطش بأي حد، مجرد هو والورقة والقلم بس. 2 سنين بيتوصفوا إنهم أكتر 2 سنين إنتاجا في تاريخ العقل البشري، وفي الوقت اللي الناس بتهرب فيه من الموت بسبب شدة خطر الطاعون، نيوتن كان في عالم تاني لوحده، عالم بيوصف فيه العالم نفسه. ومن هنا بدأ نيوتن يشتغل على كذا حاجة، وخصوصا الحاجات المتحركة، وده لأن نيوتن كان مهووس بأي حاجة بتتحرك، سواء حركة الأرض حوالين الشمس، وده كان من بعد نجاح نموذج كوبرنيكوس وجاليليو عن مركزية الشمس، أو حركة النجوم حوالين بعضها، أو حركة القمر حوالين كوكب الأرض. المهم أي حاجة بتتحرك نالت اهتمام كبير من نيوتن. ولكن كانت في عقبة كبيرة قوي واقفة قدام نيوتن أثناء دراسته أو أثناء أبحاثه أو أثناء نظرياته، وهي الرياضيات.
يعني ايه نيوتن ما كانش مستواه كويس في الرياضيات؟ لا، المشكله في الرياضيات نفسها. الرياضيات وقتها كانت جامده وغير مرنه، مجرد معادلات جبريه ثابته يا دوب تديك معلومه ثابته مكانها، يعني يا دوب تعرفك ان 1 زائد 1 بيساوي 2. والمشكله بقى ان الكون كله بيتحرك، فلازم الرياضيات تتحرك معاه. يعني المعادلات الجبريه بتقول لنا ان 1 زائد 1 بيساوي 2، ولكن مش هتقول لنا لو في واحد من الاتنين دول اتغير فالنتيجه هتكون كام، لان عمليه حساب حاجه وهي بتتغير لحظه بلحظه كانت عمليه مستحيله جدا في المعادلات الجبريه او الكلاسيكال ماثماتكس. فالرياضيات وقتها كانت عاجزه عن وصف التغير اللحظي. كانت في طرق تانية ولكنها مش دقيقة، كانت بتدي نتائج تقريبية، ولو الموضوع كبر فهي غالبا مش هتأدي، يعني مش هتديك معلومة كاملة، معلومة زي ان ايه سرعة الجسم في الثانية دي تحديدا. المهم ان موضوع الرياضيات القديمة دي ما كانش ليه اي 30 لازمة بالنسبة لنيوتن. فنيوتن وقتها عمل ايه بقى؟ ساب الموضوع؟ لا، ده عمل رياضيات جديدة. نيوتن قرر يخلق لغة جديدة، لغة التغير. نيوتن اخترع نظام كامل من الرياضيات، نظام بيوصف اي حاجه بدقه، اي حاجه بتتحرك يعني. ومعنى كلمه بتتحرك ان هي مش شرط ان هي تكون حركه، اي حاجه بتتغير عموما، وبتدينا اجابات متناهيه في الدقه. والنظام ده او الفرع ده من الرياضيات سماه نيوتن الفلاكشنز، اللي نعرفه النهارده بالكالكولس، التفاضل والتكامل. نيوتن اخترع التفاضل والتكامل بسبب طاعون ضرب انجلترا والجامعه قفلت، فروح بيتهم قضى عزله كامله، طلع لنا فرع جديد، فرع من غيره ما كانش هيكون فيه اي حاجه حوالينا النهارده، فرع بسببه حصلت الثوره العلميه كلها، سواء في مجال العلم نفسه او في اي مجال تاني. اي حاجه في حياتنا دلوقتي داخل فيها تفاضل وتكامل، ده بفضل نيوتن. من ابسط الات المصانع لحد حركه الاقمار الصناعيه والطيارات والمحركات الفضائيه، كل ده داخل فيه كالكولس او داخل فيه تفاضل وتكامل. التفاضل والتكامل ما كانش اداه رياضيه بالنسبه لنيوتن، دي كانت وسيله لابد منها علشان يفهم ازاي الزمن بيتغير، او انه يحسب سرعه دوران القمر حوالين كوكب الارض، طريقه بيوصف بيها سقوط التفاحه بنفس القوانين اللي بتشرح حركه النجوم. ودي كانت لحظه ميلاد فكره ان الكون يقرأ بالرياضيات، من سقوط التفاحه لميلاد النجم. بيكتب نيوتن في دفتر قديم ليه: قررت أن أدرس التغيير وأن أخلق وسيلة لحساب كل تغير يحدث في الطبيعة. المهم بعد ما انتهى نيوتن من النظام ده أو من الفرع ده اللي سماه الفلاكشنز، وقتها عمل كل النظريات اللي طلع لنا بيها، وينشر واحد من أعظم الكتب في تاريخ البشرية، برينكيبيا ماثماتيكا، اللي عمل جواه كل نظرياته باستخدام النوع ده من الرياضيات. ونظريات نيوتن دي زي ال3 قوانين اللي عملهم، قانون نيوتن الأول والثاني والثالث، اللي هم اسمهم قوانين نيوتن للحركة أو قانون الجذب العام. علم الميكانيكا الكلاسيكية كله، علم الكلاسيكال ميكانكس، نيوتن هو حط كل الأساسيات بتاعته، حركة الكواكب والنجوم وشكلهم، نظريته عن الضوء والبصريات. فخلينا نشوفهم حاجة حاجة. 3 قوانين بيعملهم نيوتن بتوصف أي حاجة بتتحرك في أي حالة كانت. 3 قوانين دول مبنية عليهم الكلاسيكال ميكانكس كلها. القانون الأول إن الجسم الساكن هيفضل ساكن والجسم المتحرك هيفضل متحرك، طالما مفيش قوة أثرت عليه فهتغير حالته. يعني الجسم الساكن هيفضل ساكن طالما مفيش قوة أثرت عليه، والجسم المتحرك هيفضل متحرك طالما برضه مفيش قوة أثرت عليه. يعني لو جبنا كورة وحطيناها على الأرض هتفضل ماشية إلى الأبد، ولكن ده ما بيحصلش، هي مع الوقت هتقف. ده بسبب وجود قوة الاحتكاك، يعني في قوة، لولا وجود قوة زي قوة الاحتكاك فالكورة دي هتفضل تمشي إلى الأبد. القانون الثاني، ودي العلاقة الرياضية اللي وضحت لنا إن العجلة أو التسارع والقوة هما وجهين لنفس الحاجة، وإن القوة لا تنشأ إلا بوجود تسارع، والتسارع ده يعني التغير في السرعة. يعني طالما السرعة اتغيرت يبقى في عجلة، وطالما في عجلة يبقى في قوة، والعكس، طالما في قوة يبقى في عجلة، وبالتالي في تغير في السرعة. وتم تسمية اليونت بتاع الفورس أو وحدة قياس القوة باسم نيوتن. القانون الثالث لنيوتن، لكل فعل رد فعل بيساويه في القيمة وبيعكسه في الاتجاه، وده سهل تتأكد منه لو قمت كده بجامد ضربت الحيطة انت اللي هتزعل، او من اي ظهر توك توك هتلاقيه مكتوب ورا. ونروح بعد كده لواحد من اهم القوانين اللي عملها نيوتن، وهو قانون الجذب العام. تاني اهم حاجة عملها نيوتن هو قانون الجذب العام. القانون ده بيوضح لنا ازاي الكواكب والنجوم بتنجذب لبعضها، وازاي الشمس قادرة تجذب كل الكواكب دي حواليها. والحقيقة الموضوع بس مش حصري على النجوم والكواكب، بل
اي جسمين ماديين بتنشأ بينهم قوة تجاذب بتتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين دول وعكسيا مع مربع البعد بينهم. سيبك من اللي انا قلته ده، احنا علشان نخلي قوة الجذب كبيرة بين اي جسمين محتاجين حاجتين: نكبر الكتل بتاعتهم يبقى الكتلتين دول تقال، تاني حاجة تبقى المسافة بينهم قصيرة. ولو قوة الجذب دي قليلة ده معناه ان الكتلتين دول صغيرين او ان البعد بينهم كبير جدا. يعني في قوة جذب بين الارض والشمس، ده لان كتلة الشمس كبيرة وكتلة الارض كمان كبيرة نسبيا. يعني نفس قوة التجاذب بين الارض والقمر، لو كانت المسافة بين الشمس والارض نفس المسافة بين الارض والقمر كان ممكن ما يكونش فيه قوة تجاذب بينهم، ده لان قوة الجذب بتنشأ اصلا بين اي جسمين. يعني انت وصاحبك في بينكم قوة تجاذب ولكن التأثير ده ما بيكونش واضح او تأثيره ما بيظهرش، ده لان الكتل بتاعتكم صغيرة بالنسبة لثابت جي الموجود في المعادلة. يعني لو كوكب الارض بقى اكبر او في نفس كتلة الشمس وبفرض ان البعد بينهم فضل ثابت، فده هيخلي قوة الجذب بينهم كبيرة جدا. وباستخدام القانون ده والثلاث قوانين بتوع نيوتن، وبدأ نيوتن يدرسهم بالتفصيل ويخرج الحالات الخاصة منهم، بيقوم علم الكلاسيكال ميكانيكس. في يوم من ايام عزلة نيوتن، احنا خلاص اتعودنا نيوتن دايما قاعد لوحده، في يوم بقى من الايام وهو قاعد لوحده بدون اي مقدمات جاب ابرة وحطها في عينه. تسألني عمل كده ليه؟ اقول لك معرفش، يا ريته بقى سكت عن كده. الابره وهي جوه عينه وفضل يحركها يمين وشمال علشان يشوف ايه اللي هيحصل للرؤيه، وكان على مسافه قصيره جدا من العمى، وده علشان يثبت لنفسه ان الرؤيه مصدرها مش العين زي ما كان معتقد. وبعد كده بقى شايف زي هالات وهميه كده موجوده، وده طبيعي يعني بالنسبه للكارثه اللي عملها. المهم سيبك من كل العبط ده، نيوتن بدأ يشتغل على الضوء بجد علشان نطلع من نظريته عن الضوء بمجموعه من الاستنتاجات تعتبر الاساس لعلم الاوبتكس او علم البصريات النهارده، واللي منها مثلا ان الضوء الابيض مكون من 7 الوان، وده كان بعد تجربه المنشور الثلاثي اللي كان بيعملها تقريبا يوميا، واللي وضحت لنا ان كل لون من الالوان دي ليه انكسار مختلف، وبسبب الانكسار المختلف ده الضوء الابيض اتفرق لل7 الوان اللي هو اصلا متكون منهم. يعني الضوء عنصر مش بسيط بل عنصر مركب. وعلى ذكر الضوء، نيوتن كان من أصحاب فكرة إن الضوء جسيمات وليس موجات، السؤال اللي هيكون أحد أهم الأسئلة اللي قامت عليها ميكانيكا الكم كلها، ده بعد قرنين تقريبا. واستغل نيوتن خبرته في البصريات علشان يعمل تلسكوب عاكس، تلسكوب قادر يراقب بيه النجوم والكواكب ويدون نظرياته اكتر ويطلع الحالات الخاصة منها، علشان قوانين نيوتن تبقى نسبة الخطأ فيها تقريبا معدومة. نيوتن كمان اتكلم عن شكل الارض ودورانها، واللي قال هي مش كروية بشكل كامل ولكن هي ممدودة من عند القطبين، بحيث انها إليبس مش كرة. واتكلم كمان عن شكل دورانها باستخدام قوانينه. زي ما قلت لك في الاول، نيوتن كان متدين جدا ولكن علاقته بالدين كانت اغرب علاقه بتجمع بين الشخص ودينه. نيوتن ما كانش متدين عادي، نيوتن في اقاويل كتير وكبيره قوي بتقول انه كان نبي ما فصحش عن نبوءته، وما كانش بيؤمن بفكره الثالوث المقدس، وكمان اعتبر السيد المسيح بانه كان نبي وليس اله، مجرد نبي مرسل، وكان شايف ان المسيحية الحقيقية ضاعت. وكتب كل الكلام ده في اوراق سرية جدا ما خرجتش غير بعد وفاته، وكان شايف ان الكتاب المقدس كتاب الغاز وما فيهوش اي وضوح، وانه مش مجرد نص ديني، لا ده كود كوني مليان شفرات وارقام والغاز سرية، الغاز زي نهاية العالم ورموز فلكية وخرايط للزمن والتاريخ والمستقبل، أسرار مخفية جدا ما بيفهمهاش غير اللي ربنا اختارهم. وكان بيقول على نفسه: لقد اختارني الله لأفك شفرات كلمته لا لأتنبأ ولكن لأظهر النظام الخفي في نبوءاته. نيوتن كان بيصلي ولكن بطريقته الخاصة، طريقة غير اللي اتعلمها في الكنيسة، وكمان قدر يحسب أبعاد الجحيم في كتاباته عن أبعاد جهنم، وكان بيحاول يحددها حرفيا بناء على آيات رمزية جدا، وكان دايما بيلبس بشكل أنيق قوي ومرتب حتى وهو قاعد لوحده، وكأنه دايما بيكون في حالة حضرة حاجة معينة أو شيء ما محدش عارفه غيره. وفي أوراق برضه غير منشورة ليه بيقول: قوانين الخلق مختلفة تماما عن قوانين الطبيعة، وإن بداية الخلق كانت بحركة أولى، وإن الله وضع قوانين لا تخترق ثم ترك الكون يعمل كساعة ميكانيكية. ولو فاكر انه شخص مصاب بالذهان او بيقول الكلام ده اعتباطا، فخلينا اقولك ان نيوتن كتب في الدين واللاهوت اكتر من 1,000,000 كلمة.
1,000,000 كلمة. ده أكبر بكتير قوي من اللي نيوتن كتبه في الفيزياء والرياضيات مع بعض. ومن خلال بقى كتاباته دي قدر يفك أسرار الكتاب المقدس وطلع بنتائج صادمة بصراحة. واسمع كويس اللي قاله، إن موقع أورشليم أو القدس هو مركز الأرض، وده بناء على قياسات دقيقة قوي خدها من الكتاب المقدس. واسمع بقى دي، تنبأ بعودة اليهود لفلسطين، وفي مخطوطة ليه برضو غير منشورة قال عودة اليهود إلى الأرض المقدسة علامة على نهاية قرب الزمان. وكمان نيوتن قدر يحسب أعمار الأنبياء من خلال تسلسل الأجيال من أول سيدنا آدم لحد نوح ثم إبراهيم، وحاول تحديد سنة الطوفان بتاع سيدنا نوح، وقال إنها سنة 2344 قبل الميلاد. والأهم وركز في دي بقى، نيوتن تنبأ بنهاية العالم من خلال حل رموز التوراة، وكانت النتيجة إن نهاية العالم هتكون سنة 2060 ميلاديا بعد 34 سنة من تصوير الحلقة دي. الغريب بقى في كل ده إن نيوتن ما فصحش أو نشر أي حاجة من كتاباته أو تنبؤاته الغريبة دي، وكان شخصية غريبة الأطوار لأبعد الحدود. وفي مرة نيوتن سنة 1693 اختفى تماما، اختفى ومحدش عارف لحد دلوقتي هو راح فين أو كان بيعمل ايه. ولكن في روايات بتقول إنه كان مصاب بانهيار عصبي، وروايات تانية بتقول إنه حاول ينتحر. ولو فاكر إن كل اللي فات ده بيعكس شخصية غريبة الأطوار ومريضة نفسيا، فخليني أقولك إن اللي جاي أصعب بكتير من اللي فات. تعال نروح لأكتر جزء غامض في حياة نيوتن، وهو إنه كان مشغول بالسحر والخيمياء. والخيمياء دي يا صديقي هو مزيج بين العلم والفلسفة والروحانيات التلاتة في بعض. فكان بيحاول يخلي السحر علميا أو بشكل علمي، وده لأنه كان معتقد إن السحر فيه مفاتيح لفهم الروح والخلق. وفي ملاحظات ليه كتير كان بيكتب عن اكسير الحياة وحجر الفلاسفة، وكان شايف ان الحاجات دي حقيقية جدا ومش خرافات، وانها مش مجرد سحر شعبي، لكن كان شايف انه علم قديم وضاع. وكان مؤمن ان الانبياء القدماء زي موسى وسليمان كان معاهم اسرار العلم ده، اسرار كونية وخيميائية. وكان شايف ان استرجاع او استرداد العلم ده مش مجرد رفاهية، بل رسالة ربنا اختاره هو تحديدا علشان يرجعها. وده غير هوسه بالارقام السرية، وده لانه كان بيستخدم جداول حسابية معقدة جدا علشان يطلع بنتائج لحاجة اسمها الارقام الروحية. وكان شايف ان في ارقام كتير بتتكرر في الكتاب المقدس، والارقام دي اكيد ليها رمزية خاصة، ارقام زي رقم 7 ورقم 40 ورقم 1260. وكان بيجمع اكبر عدد من كتب السحر الاسود، ولقوا في المكتبة بتاعته بعد ما مات اكبر عدد من كتب السحر الاسود اللي كانت محظورة في زمنه، واللي فيها وصفات عن التحكم في الطبيعة. والغريب في كل ده ان نيوتن دون كل نظرياته واكتشافاته في ورقة جنبها ورقة تانية فيها سحر وشعوذة. بص بقى، كل اللي وصل لنا من نيوتن يعتبر 10% بس من أعماله، في 90% نيوتن اتخلص منهم أصلا، ما وصلناش أصلا لا بشكل صريح ولا بعد ما عرفناها من بعد ما مات ما نعرفش عنها حاجة. ده حتى 10% اللي قلنا نيوتن ما كانش هيفصح عنهم أصلا، دفن جزء كبير قوي منها، والجزء التاني حطه جوه صناديق، وفضلت جوه الصناديق دي لمدة 250 سنة تقريبا. ولما اتفتحت تاني في القرن ال20 لقوا ان اغلبها عن نهاية العالم والتنجيم وتفسير الرموز المقدسة. فجامعة كامبريدج رفضت انها تنشر الكلام ده علشان ما تشوهش صورة نيوتن العلمية. وده لان نيوتن ما بقاش كطالب عادي في جامعة كامبريدج، ده بقى احد اهم الاساتذة لعلم الرياضيات وقتها. وبيموت نيوتن سنة 1727 وبيدفنوه في دير ستمينستر، وده نفس المكان اللي بيدفن فيه الملوك وكبار رجال الدين. وده كان تكريم ضخم قوي لمكانة نيوتن. ولكن القصة ما انتهتش هنا، لانهم بيفتحوا قبره تاني في القرن ال20 وبيلاقوا نسبة كبيرة قوي من مادة الزئبق موجودة في شعر نيوتن نتيجة تجارب كان بيعملها في السحر والخيمياء. وده بيخلي العلماء يفسروا حالته النفسية الغريبة بانه في وقت من الاوقات كان بيعاني من تسمم زئبقي، واختار انه يموت عن عمد. الحقيقه في كلام كتير قوي عن نيوتن ما ذكرتوش انا وانت ممكن تبقى تدور بنفسك، وحاجات كتير مش مفهومه، وجداول وارقام ورموز خفيه محدش كان فاهمها غير نيوتن. يعني في معادلات ليه بتظهر فيها رموز رياضيه مش معروفه، محدش كان فاهم الراجل ده يقصد ايه لحد دلوقتي. المهم خليك فاهم ان قصه نيوتن دايما مفتوحه وعليها اثار الجدل كتير. وبيختم كلامه بجمله بتختصر كل حاجه: انا فقط كطفل يلعب على شاطئ البحر بعصات ناعمه هنا وهناك،
بينما محيط الحقيقة الهائل ممتد أمامي لا يزال مجهولا. وبس كده، أشوفك على خير. سلام.